قصص حقيقية من قلب المشرح. لو بتخاف بلاش تكمل الفيديو. انا مش بحب اتكلم عن الشغل ده كتير، بس اللي حصل لي في المشرحة عمره ما هيروح من دماغي. دي مش قصة رعب، دي حكاية حقيقية، ومش انا بس اللي حصل له كده. انت مستعد؟ القصة الاولى، الجثة اللي مش بتبرد. اول مرة اشتغلت نبطشية لوحدي في المشرحة كان عندنا جثة راجل كبير مات في حادث. الجثة اتحطت في ثلاجة زي اي حالة، بس بعد كام ساعة لاحظت حاجة غريبة. الترمومتر بيقول ان الجثة حرارتها 28 درجة. طب ازاي؟ دي المفروض تبقى مجمدة دلوقتي. فتحت التلاجة، لمست الجثة، كانت دافية فعلا. قلبي بدأ يدق. رحت ابلغ الدكتور الكبير، قال لي دي تاني مرة الجثة دي تعمل كده. مرة كانت في مشرحة تانية واترفضت تتحفظ، رجعوها لنا. بعدها وانا بنقل الجثة من التلاجة لاحظت حاجة على الحيطة، خدوش، كأن حد كان بيخربش من جوه برجليه او ايده. ومن ساعتها كل ما افتكر الجثة دي جسمي بيقشعر. هي فعلا كانت ميتة ولا احنا دفنا حد صاحي؟ القصة التانية، الصوت من التلاجة. في يوم حوالي الساعة 2 بالليل وانا بكتب في الورق سمعت صوت كأنه حد بيتنهد جوه التلاجات. في الاول قلت يمكن تخيل، بس الصوت اتكرر تاني زي ما يكون حد بيقول قلبي وقع. رحت بسرعة فتحت باب التلاجة اللي جاي منها الصوت، لقيت الجثة مكانها، بس وهي نايمة صباع ايديها الكبير اتحرك. اتجمدت، سبت الباب مفتوح وجريت انادي الدكتور. لما رجعنا كل حاجة كانت طبيعية، حتى الكاميرا ما كانتش شغالة وقتها. الدكتور قال لي حصلت قبل كده، الجثة دي فيها حاجة مش عضوية. القصة الثالثة، الوش المبتسم. دي حصلت مع دكتور زميلي، كان بيشرح جثة ماتت في حادث طريق. الراجل جسمه سليم بس وشه متشوه شوية من الخبط. الدكتور حط المشرط على صدره وهوب حصل حاجة غريبة. الجثة وشها اتغير، ظهر على وشها حاجة شبه الابتسامة. مش ابتسامة عادية، لا، ابتسامة كأنها بتقول أنا عارف أنت بتعمل إيه وشايفة. الدكتور ساب المشرحة. بعد كده قال لي في جثث مش بتخوف، بس في جثث بتحس إن فيها حاجة لسه عايشة جواها. لو دي أول مرة تسمع عن الحاجات دي خليك فاكر مش كل ميت بيسيب الحياة فعلا. ناس كتير اشتغلت في المشرحة بس مش كلهم فضلوا يكملوا. ولو عايز تسمع باقي القصص سيب لي تعليق وقول لي. وافتكر الرعب الحقيقي مش في المقابر، الرعب جوه المشرحة.